السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين محمود أبو مسلم في كل مكان. أهلا وسهلا بيكم. دي أول حلقة من بودكاست ذا سكاوت، البودكاست اللي احنا بنتكلم فيه عن اللعيبة المغمورة بشكل أكبر. والمقصود من المغمورة مش شرط إن هي تكون لعيبة محدش يعني يعرفها في الكوكب كله غيري، لا، المقصود إن دي لعيبة مش متسلط عليها الضوء إعلاميا، أو أندية أو أفكار أو أطروحات في الانتقالات أو أي حاجة الناس ما بتتكلمش عليها. احنا هنا دورنا إن احنا نتكلم عليها. والنهارده بداية كلامنا عن مهاجم فياريال الجديد. في مهاجم صغير في فياريال كان سجل جون في مباراة فياريال الأولى في افتتاح الدوري الأسباني أمام ريال أوفيدو، اسمه إيتا يونج. إيه قصة الراجل ده؟ هو قصة الراجل ده بكل بساطة إن هو شبه شوية قصة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي. الناس طبعا عارفة إن هو طلع من فياريال وكان في الأساس جاي من نادي سنغالي، ولكن الراجل ده من مواليد دوالا اللي هو إيتا يونج، من مواليد دوالا، عنده حاليا 21 سنة وقيمته السوقية 5 مليون يورو. الراجل بدأ أصلا في مؤسسة لكرة القدم اسمها جلاكتيك فوتبول اسوسيشن في الكاميرون في العاصمة دوالا، وبعد كده انتقل لنادي قادش تحت 19 سنة بمبلغ 50 ألف يورو عشان يتصعد للفريق الرديف ويتصعد للفريق الأول، ومنه السنة اللي فاتت بمليون يورو بينتقل لفياريال بي أو الفريق الرديف لفياريال. عمل الراجل السنة اللي فاتت، الراجل قبل ما يتصعد الفريق الأول السنة اللي فاتت لفياريال لعب مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة 30 مباراة، سجل 19 هدف وصنع 6 أهداف. بالاضافه ان هو لما اتصعد في الفريق الاول مفيش ناس كتيره خدت بالها ان الراجل ده صاحب هدف فوز فياريال قدام جيرونا، المباراه اللي كسبوا فيها 1-0 في اخر 5 دقائق. الراجل ده كان صاحب ضربه الراس اللي سجلها عن طريق عرضيه خوان فويث عشان فياريال ياخد 3 نقاط مهمه جدا في البطوله يثبتوا تواجده اكتر في المركز الخامس، اللي اهله بالقانون الجديد السنه دي ان هو يتاهل لدوري ابطال اوروبا. في الافتتاح بدا بيه المدرب 90 دقيقه كامله وهو ما اتغيرش، وقدر يلعب 90 دقيقه وبرده يسجل من ضربه راس، من ضربه ركنيه لعبتها في ريال، وقدر ان هو يسجل بيها الهدف الاول. والراجل ده حاليا موسم قيمته زي ما بقول لك ل 5 مليون يورو. اكيد على مدار الموسم ممكن بقى نشوف الراجل ده هيتباع ويروح فين، بس اللي احنا شايفينه ان احنا داخلين على اينتراخت فرانكفورت جديد في الدوري الاسباني، بل بطريقه احسن بكتير. ان هم عندهم كشافين في افريقيا بيجيبوا المهاجمين الغير معروفين، حتى اللي ما كانوش متصعدين المنتخب الاول. يعني نيكلاس جاكسون قبل كده لو حد فاكر هو اصلا ما كانش بيلعب في منتخب السنغال الاول لحد ما راح فيرال مؤخرا، ومنه راح منتخب السنغال قبل كاس عالم 22 تقريبا، وبدا ياخد سنه بمنتخب السنغال. قبلها ما كانش لاعب دولي لما كان سجل 16 هدف مع فيرال في الموسم اللي كان فيه الاخير مع فيرال لو حد فاكر. نفس النظام الراجل ده انضم لمعسكر منتخب الكاميرون تحت 23 سنه، ولكنه ما شاركش ولا مباراه اصلا مع اي فئه سنيه من فئات منتخب الكاميرون، ومع ذلك اصبح من مهاجمين فياريال الرئيسي. لازم كمان تعرف ان مهاجم ايفرتون الحالي اللي هو تيرنو باري اللي لسه هنشوفه في البريمير ليج قريب ان شاء الله، غالبا بكره يوم الاحد، هو اصلا طالع من فريق فياريال اللي اشتراه من فريق بازل. فريق فياريال اشتراه تقريبا بحوالي 11 مليون يورو، باعه وهو زي ما انت شايف باكتر من 20 مليون يورو فريق ايفرتون. فالمساله خلاص داخله في سكه ان فياريال هو الفريق اللي بيجيب المهاجمين الافارقه او الاصول الافريقيه الغير معروفه، يطورهم وينجمهم ويصعدهم لفرق اعلى بكتير في باقي الدوريات الخمسه الكبرى. ده كان كلامنا، واكيد هنشوف ايتا يونج هيعمل ايه باقي الموسم. شكرا لو انت وصلت لحد هنا. كان معاكم محمود ابو مسلم، السلام عليكم.